الاستاذ محمد سويلم ووجوده على كرسي مديريه الشباب والرياضه بالقاهره، وانا اعرفه من زمان وهو دفعتي بالمناسبه. انا اتمنى ان هو يستمر ويحقق مسيره النجاح اللي هو بداها. نتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع، كلنا جوانا الطموح الطبيعي كبشر بنسعى لده. على فكره في مديريات الف ومديريات ب، مديريه الاسماعيليه كانت مديريه ب، بس كانت بتعامل على مستوى التنفيذ المشروعات اكنها مديريه الف. حضرتك عارف ان في مديريات الرئاسه وكيل وزاره، مديريات الرئاسه مدير عام. ففي بعض الناس عندها خلط في الامور، متخيلين ان احنا جينا من مدير مديريه لوكيل مديريه فده تقليل من المنصب. لا، ده انا شرفت ان انا جيت في القاهره، شرفت ان انا اتعاملت مع موظفين في القاهره. يعني كنت بتعامل معاهم لان انا ابن وزاره، بتعامل معاهم من فترات طويله وهم ناس محترمين وكلهم فهم ووعي بالمسؤوليه الموقعه على عاتقنا وعاتقهم ان شاء الله. احنا عايزين نعرف ايه الاضافات اللي ممكن تضيفها على نشاط الرياضه في الفتره القادمه. احنا هنشتغل من خلال خطه مستقبليه. يمكن قعدت مع مدير اداره الرياضه، قعدت مع مدير اداره الرياضه الاستاذ يوسف وتواصلت معاه. ان شاء الله هننسق مع الاستاذ محمد سويلم في تعديل في الخطه المركزيه، الخطه الاداريه المركزيه، الخطه المحليه. لان احنا لازم توقيتات التنفيذ تبقى محدده بتوقيت. يعني لازم انا عارف شهر اكتوبر عندي ايه، شهر ابريل عندي ايه، عندي مثلا احتفالات 6 اكتوبر، عندي يوم اليتيم، عندي كل الاحداث اللي على مدار العام، العيد القومي، المحافظه، كل ده لازم نعمل له ايفنتات معينه بحيث ان احنا تظهر المديريه بنفس الشكل المحترم اللي كانت عليه، واحنا نكون اضافه للناس اللي موجوده. ايه اللي ناقص؟ عاوزين نعرف ايه اللي ناقص الرياضه في مصر، لان احنا بنوصل لمرحله معينه وبنقف، يعني بنعمل ستوب يعني. مفيش تكميل، يعني احنا ما بنكملش، مش عارف طب ليه يعني ايه اللي ينقص؟ التكالب على المناصب التطوعيه دي من وجهه نظري. يعني انا يمكن رساله الدكتوراه بتاعتي كانت عن المبادئ والاسس التشريعيه لصياغه قانون الرياضه المصري في ضوء قانون الرياضه الدولي والعالمي. في ناس المسابق الاولمبي ده قيمه اعلى دستور رياضي في العالم. احنا ليه ما بنمسكش اللوائح بتاعتنا ونعمله؟ اعتقد ان المهندس خالد ماشي في الاتجاه ده دلوقتي، ان هو بياخد المواثيق الدوليه والعالميه ويبتدي ياخد منها اللي يناسب اللوائح المحليه ويبتدي يتماشى مع الفكر العالمي والدولي. ده في البدايه بالنسبه للوائح، جزئيه اللوائح. انما منظومه العمل التطوعي، يعني انا من وجهه نظري التي لا قيمه لها، ان العمل التطوعي ما بيقعدش على الدوله في حاجه. يعني انا نفسي مثلا جيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم بيتقاضى راتب. يعني احنا عايزين نجيب المحترفين يديروا المنظومه الرياضيه، لان في ناس متخصصه. انما دلوقتي كل مقومات المرشحين لرئاسه الاتحادات او الانديه الرياضيه يكون عضو عامل مضت على عضويته سنه طبقا للنصوص الوارده سواء نشاط اتحاد او نشاط نادي. فاحنا عايزين المنظومه الاداريه كلها لازم تتعامل. طيب بالنسبه للانديه اللي موجوده تبع مديريه الشباب والرياضه بالقاهره، في بعض منها وخصوصا في حمامات السباحه بتلاقي الاشتراك مثلا 90 جنيه في الشهر، لا اشتراك 50 جنيه في الشهر، لا اشتراك 30 جنيه في الشهر. مفيش سقف للموضوع ده. وبعدين نيجي نتكلم يقول لك ده بيرجع للائحه بتاعه النادي نفسه. طب ليه ما يكونش في سقف من الدوله؟ هو انت عارف اتجاه السيد الوزير ان احنا مفيش تدخل حكومي في اعمال الجمعيات العموميه، لان المجلس الشعب بتاع النادي هو الاعضاء المنتخبين من بين اعضائه. اللي بينتخب من اعضاء الجمعيه العموميه هم اللي لهم الصلاحيات الكامله في تحديد النسب. المفروض الاعضاء نفسها، اعضاء الجمعيات العموميه، تعترض على الزيادات اللي مقرره. لان الوزير لما حط في اللائحه زياده الاشتراكات بنسبه 20% كل 3 سنين كان ليها مغزى، بشرط انها تعرض على الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه غايبه ما بتروحش غير يوم الانتخابات، فاذا لو في تجاوز في هذا الامر يرجع الى اعضاء الجمعيه العموميه لان هم اللي فرطوا في حقهم في الانتخابات. كنا دايما نقول على اللي هو رؤساء مجالس الادارات في الانديه ان هم واخدين الانديه كعزبه بالنسبه لقعدهم فيها. يعني لما جت موضوع 8 سنين وبداوا يمشوا بحكم اللائحه والقانون، بداوا يجوا في الانديه نفسها كمستشارين وهم برضو اللي بيديروا، وبتبقى المجلس اللي موجود كستار. يعني لو مشينا بالقاعده القانونيه، بما ان انا دارس قانون، القاعده القانونيه عامه مجرده ملزمه. لو طبقنا ده على قانون الشرعيه والرياضيه اذا بلد ال8 سنين لا يجوز تطبيقها. ودي تعتبر مفاجاه لواحد مسؤول عن الرياضه. ليه؟ لان انا عندي الانديه الاهليه، انديه الاهلي والزمالك والانديه الكبيره والصين والانديه دي بطبق عليهم اللائحه. هقدر اطبق ده على انديه الشرطه والجيش؟ الهيئات المقاولين العرب
هقدر اطبق عليهم بدل 8 سنين؟ طبعا لا. ما ينفعش. طبعا لا، استحاله، لان اللي بيعين مجلس الاداره بتاع الهيئه هو رئيس مجلس اداره الشركه او المؤسسه او الوزير المختص. يعني انديه الشرطه يعني وزير الداخليه بالقرار او من ينوب عنه. انديه الجيش نفس الكلام. ما بقدرش اطبق. اذا القاعده العامه هي عامه لكافه الناس، وهي لائحه واحده بتاعت الانديه الشرطه والهيئات، قانون واحد. واللائحه 929 واحده. يعني لو حضرتك قلت دي مفاجاه، يعني انا مين قلت في كده ايده؟ وانا واقف على البورد بتاعي وانا ماشي. مين في ايده القرار ده؟ مين في ايده القرار ده؟ لازم اللائحه تتعدل، لان لو مشينا بفكر المهندس خالد ان هو عايز يعظم دور الجمعيات العموميه في المرحله اللي جايه. الجمعيات العموميه هي صاحبه القرار. قرار ال8 سنين قرار جريء وقرار محترم واحنا معاه مع تداول السلطه، بس لازم المختصين في هذا الامر يقعدوا يدرسوا اللوائح بما يتماشى. يعني لازم نفصل انديه الهيئات والمصالح والشركات عن الانديه الاهليه. وضع مختلف. بحكم القانون ينفع؟ طبعا القانون بيتعمل كده. نفس اللي هو الانديه بتاعت الشركات والهيئات والمصالح الحكوميه، لان دي انديه حكوميه، دي تبع دي لوحدها. انديه الهيئات والمصالح والجيش والشرطه دي انديه حكوميه، ما اقدرش اتدخل فيها. يعني انا اقدر اعين مجلس اداره احل مجلس اداره نادي شرطه او نادي جيش؟ يعني ده قرار. بس الموضوع ده خطير جدا. ده ممكن يستند عليه مثلا رؤساء مجالس ادارات الانديه اللي هي زي الزمالك والاهلي وزي مثلا. هو لان المشرع لما عمل قانون الاشغال اللي هو 75 سنه 97 وتعديلاته فرق، قال لك النادي الرياضي ما هي اهليه ذات نفع عام. طب نفع عام واحنا بندعو للاستثمار في 2014. طب هو الهدف من انشاء الانديه الرياضيه ليس النفع، ليس العائد المادي. القانون اللي قال كده الهدف من انشائها هو النفع العام. ازاي انا اطبق الاستثمار اللي يتواكب مع العصر اللي احنا فيه مع انديه جوات؟ ما برضه دي علامه استفهام. انا بقول لحضرتك انا كنت واقف على البورد اول ما قلت عباره ال8 سنين، كل الدكاتره اللي كانوا واقفين بيناقشوني ومشرفين على الرساله فوجئوا ان انا ابن الوزراء بقول كده. انا مش بقول كده عشان على كده لو استند اي رئيس مجلس اداره من الانديه اللي هي كانت ال8 سنين واستند لقرار او استند لحته ان الهيئات. القانون ما سابش دي، قال لك الوزير له خاص ولا الواحد المنظمه العمل الانديه الرياضيه او الهيئات الرياضيه والشبابيه. ده في صلب القانون. حتى وان جاب نموذج مثلا زي مثلا نادي الداخليه، نادي الشرطه، وان ما زالت مثلا رؤساء الانديه هناك او رؤساء مجلس الادارات مستمرين بعد ال8 سنين. يقول لك يتولى رئيس مجلس الاداره ببلوغ المعاش او نقله. يعني ما اقدرش اشيله الا اذا اتنقل من الموقع اللي هو فيه او طلع معاش. هو دي الحاجه الوحيده بصلب اللائحه اللي قايله كده. يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بلجا ليها. يا اما اتنقل من القاهره مثلا راح الاسماعيليه، يا اما طلع معاه. لان هو رئيس مجلس الاداره هو رئيس النادي او من ينوب عنه. امين الصندوق نفس الكلام. يعني دي حاجات خلافيه. يعني طبعا ان شاء الله القانون الجديد اعتقد المهندس خالد عامل حاجه محترمه وحاجه تناسب الفكر اللي احنا هي فكره كويسه ونرجو ان هي تتطبق وتتعرض على المهندس خالد، واحنا من خلالنا هنعرضها ان شاء الله. يعني نتمنى ان شاء الله ان ده مهم جدا لصالح الانديه الرياضيه، لان احنا عايزين نفعل دور الجمعيات العموميه. يعني المهندس خالد من ضمن اهدافه انه يقول لك ما نتدخلش، مفيش تدخل حكومي. والغريب بقى ان اللي هم بيطالبوا بعدم التدخل الحكومي هم اول ناس يلجأوا للحكومه. المهندس خالد قال الكلام ده فتره قريبه، قال لك الناس اللي بتطالبني ما تدخلش هي نفس الوقت بتلجأ لي. لما الحكومه بتدعم الانديه دي اللي هي يعني ما هو الدعم لان الانديه الدوله اللي عاملاها، لان الارض ملك الدوله. ليه الموظفين الحكومه هم ما يديروش الانديه دي؟ يعني مثلا تبقى دي برضو حاجه جديده يعني في اللوائح بعد كده، يعني او يبقى مثلا في منظومه اللي هو التطوير، يعني تطوير العمل اللي هو ده كان موجود فتره من الفترات في نص من القانون ان احنا مندوب الجهه الاداريه في الاتحادات الرياضيه. انا شرفت ان انا كنت عضو مجلس اداره الاتحاد المصري 4 سنين. وجود ممثل للجهه الاداريه على ترابيزه الاجتماعات بيحد من التجاوزات والاختلافات. ليه بقى؟ لان انا قاعد على ترابيزه الاجتماعات، المفترض ان هو تم اختياري بعنايه فائقه، فاهم في اللوائح، عارف انا بقول ايه. فوانا قاعد وهم بياخدوا القرار انا هعترض، واعتراض ممثل الجهه الاداريه يوقف اي اجراء، وهقتل الوزير اللي عيني. نفس الامر بالنسبه للانديه الرياضيه. يعني انا شايف ان العمليه تبقى مفتوحه تبقى لكل الناس. يعني انا برضه لو بصينا يعني ايه 45 سنه؟ هو طبعا المهندس
بتتكلم في الجزئيه دي، ويمكن سبب من اسباب تاجيل الانتخابات في الفتره اللي فاتت ان السن ده اتحدد بقانون، فلازم يتكتب قانون او رقم لازم يتكتب قانون. فاذا هنا في يعني في تحجيم للامور شويه، الامور متحجمه شويه. فان شاء الله في المرحله اللي جايه القانون اللي هيصدر عن اللجنه عن الحكومه المصريه واللجنه الاولمبيه المصريه ان شاء الله يكون فيه كل الثغرات اللي بنتكلم فيها.